اللي بتجيك والابغار دي، كان الفول والطعميه قطعت مصارينك، من خيرات السودان. العبيد اللي انت بتقول عليهم عبيد ديل مويتهم بتمشي فايض لك 350 مليون لتر مكعب سنويا عشان انت تشرب، وتصدرها لسيادك اليهود. وصلت مويتك اسرائيل، وصلت مويه النيل بالانابيب اسرائيل. شفتوا العبيد اللي انتوا بتتكلموا عنهم ديل؟ وليكم يوم، ليكن يوم، ويومنا اللي نلاقيكم نحن كسوداني لما يجي رئيس محترم ويحكم السودان دي، وحياة ربنا، وحياة ربنا نأسركم زي الغنم، وحياة ربنا كان ما أسرناكم زي الغنم يا أولاد فيفي شنبتنا نحلقون. واسمعوا الكلام ده كويس وانتظرونا. هي كده كده معاكم غادمة، حلايب وشلاتين والفشقة وبرمات ديل بنحرر الرجالة. بس نحن ده الرئيس محترم، نحن من أعظم الشعوب وعندنا العزيمة والإصرار والثبات، ما زيكم الهروب. يعني هسه لو قالوا للسودانيين دي نحرر حلايب وحياة الله لو ماتوا كلهم ما يرجع فيهم واحد، ما فيهم واحد بيهرب، ما فيهم واحد بهرب، ما فيهم واحد بهرب يا اولاد فوزيه. لكن انتوا هسه هربتوا فرقه مكونه من اكثر من 70 فرد، ماشيه تفجر صد النهضه او تعمل لها عمليه استخباراتيه ما معروفه تعمل شنو، مهامه بالضبط ما معروفه شنو. هربت ممكن مهمه استخباراتيه ماشيين يصوروا ويشوفوا الامكانيات ويشوفوا لانه قالوا ما شايلين معهم معدات ثقيله، هربوا. ممكن تكون يعني مهمه استكشافيه. اوكي، عشان كده العبيد ديل حتلاقوهم في الغريب العاجل ان شاء الله في الميدان، في حلايب وشلاتين. وان شاء الله العبيد ديل حتعرفون على حقيقتكم. احنا عارفينكم كويس زي جعبة المصري. من تصمتوا كفين ثلاثه بقول لك يا لهوي ده انا عندي كوم عيال. انا والله لا ما شاكلت عينتكم دي كثير، وحياة الله بقى شاكلت عينتكم دي كثير والله. الكف الاول الثاني بقول لك يا لهوي ده انا عندي كوم عيال يا بيه، ده نحن في غربه يا بيه، ده انا عندك الكابه الثانيه. نحن اصلا انا ما كنت ما برحمهم، ما بكرههم ليه الله، استفزازهم ما بريدوا مني قله ابو علي بطير فوق وبدي الكفه الثانيه كان يقول لك يا بيه ده انا عندي كم عيال، يا بيه ده انا غلبان. سمعتوا الهطل؟ سمعتوا المهطل ده بيتكلم بيقول ايه على مصر والمصريين؟ سمعتوا الاشكال دي؟ محدش بعد كده يقول لي عروبه وعرب واخواتنا وولاد عمنا والكلام ده كله، ما اسمعوش. ههزقك لما الخروف ده يطلع يقول كده على اسياده، ويطلع يقول لك احنا هنقابلكم في الميدان. ميدان مين يا ابن المهطل انت؟ ده احنا عندنا اصغر حي في اي محافظه ينيمكم المغرب. اصغر حي في اي محافظه ينيمكم المغرب. انت تعبان مخك تعبان، انت اهبل يا ابني. انا عايزكم تشيروا الفيديو ده عشان يوصل له للمهطل ده. المهطل بيقول لك الميه، هي الميه دي كانت من عند امك؟ يعني الميه دي انت جايبها لي من عند امك ان شاء الله ولا ايه؟ ميه ايه؟ لو انت راجل حوش الميه، لو انت راجل من ظهر الراجل حوش الميه. اقول لك على حاجه، احنا اخدنا منك يا عم حلاوه وشلاتين. الراجل ومكتوب في بطاقتك ذكر، هات الرجاله وتعال خدها عشان تدفنوا فيها. ما عادش الا دول. عجبت لك يا زمن. ارجع واقول لك الحق عليك انت يا حسين يا شحات. لو كنت حطيت الكوره في الشبكه ما كانتش الاشكال دي طلعت وقالت اللي هي قالته. ما كناش سمعنا الحاجات اللي احنا بنسمعها دي، الحاجات اللي بتضحك دي، الحاجات اللي بتفطس من الضحك. بتغلط في اسيادك يا ابني. ما تيجي تتكلم على اسيادك تحترم نفسك وتقوم تقف. انا لو ما كنتش على منصه محترمه كنت غلطت فيك بامانه، يعني كنت غلطت فيك وهنتك اهانه ما بعدها اهانه. محدش بعد كده يا جماعه يقول لي عروبه واخواتنا العربي واخواتنا معرفش ايه ساعه ما تيجي عند كرامتي هديك بالجزمه على دماغك. شكرا. وردوا انتوا عليه بقى، السلام عليكم.